السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل معاكم شوية بطاطس تفريزات رمضان في منتهى الجمال. مش هتستغنى عن البطاطس دي ولا في السحور ولا في غدا. تكون مستعجلة جاية من برا، مستعجلة وعايزة تعملي بطاطس، طريقة جميلة جدا جدا. اتفرجوا الفيديو للنهاية وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. ونخش على الفيديو على طول. معايا 7 كيلو ونص بطاطس. طبعا بطاطس التحمير تكون اللي هي فيها طينة. في نوعين بيبقوا موجودين في السوق او 3 انواع. في اللي هي بتبقى فيها طين اللي هي الفلاح قوي، وفي اللي بتبقى الرملة الصفراء، وفي اللي بتبقى سادة خالص بتبقى محمرة. اي نوع من ال3 دول حلوين جدا، بس بعدي عن اللي هي فيها الرملة الصفراء. طبعا جبت 7 كيلو ما شاء الله، قشرتهم معاكم زي ما انتوا شايفة كده حضرتك، وغسلتهم غسيل حلو. ونقطعه بقى معاكم صوابع تخينة، لازم تكون صوابع تخينة علشان هنعينها في الفريزر وما تتهرش معانا واحنا مطلعينها، يعني بعد ما تجمد وكده وما تتهرش معانا. قطعتها معاكم ما شاء الله 7 كيلو بطاطس تقطيع تخين زي ما انت شايفة كده حضرتك. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير. ونبدأ كده على طول نقطع البطاطس كده زي ما انت شايفة كده حضرتك تقطيع تخين. عملنا كمية كلها هي ما شاء الله، دول 7 كيلو بطاطس، بس بصراحة هينفعوكوا جدا وهينجزوا معاكي. تكوني في سحور مستعجلة متأخرة في السحور، اللي بيحبوا البطاطس جدا، فقلت بقى اعمل معاكم الفيديو ده. بصراحة اقسم بالله فيديو جميل جدا. البطاطس دي مش هتستغنى عنها، وهتوفر معاكي الوقت والمجهود، وهتبقى على طول معاكي تحت ايدك، تطلعها من الفريزر وتحمرها على طول. دول ال7 كيلو بسم الله ما شاء الله. شوفوا عملوا معانا كمية حلوة ازاي. معلش انا متأسفة جدا على صوتي، عندي برد جامد. ادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي كل عين مريض. ادي ال7 كيلو غسلتهم غسيل حلو جدا ونقعتهم في المية. هنبدأ معاكم اول خطوة للبطاطس. جبت مية معاكم مغلية، مش مغلية يعني هي لسه ما مغليتش، او بمعنى صح ما قلبتش. هنحط معاكم في المية دي ربع فنجان خل وشوية ملح كده صغيرين بين صوابعك. هنقلبهم حلو جدا كده البطاطس مع الخل مع معلقة الملح. بس خلي بالك وانتي بتقلبي البطاطس كده عشان متتهراش معاكي. احنا مش عايزين البطاطس تتهرى، عايزين نقلبها كده تكون في نفس الوقت ماسكة حالها، مش عايزينها تتسلق سليق جامد، او بمعنى صح ما تتكسرش وتبوظ مننا وتتهرى. لا، احنا نقلبها تقلبتين كده بس بتوع 5 دقايق بالظبط، وبعدين هنشيلهم معانا. بصوا انا بقولكوا لازم تتكوا عليها كده وتشوفوها ان هي ماسكة حالها وجامدة. مش عايزين البطاطس تتهرى معانا او تتسلق بمعنى صح. هنجيب كده بقى فوط نضيفة، قميص نضيف، مش عايزاه او ما بتلبسوش، فردته كده معاكم على البوتاجاز. وبدأت افرد البطاطس كده. اهم حاجة فرقتها كمية حلوة، ولما بردت سبتها على جنب علشان الجنب التاني برضك افرز معاكم بطاطس. ما شاء الله لازم البطاطس تبقى متهوية كده خالص وتبرد. الطريقة التانية ان احنا هنجيب شوية زيت معانا وهنقلي فيه البطاطس. عملت نوعين طريقتين الاتنين احلى من بعض ما شاء الله. والله اقسم بالله فعلا انا خلصت البطاطس اصلا. انا كنت عيناها لرمضان، انا خلصتها بتهيألي، قعدت احمر منها خالص وبقيت يعني بدل اقول لسه هقشر وكده بقيت اطلع من الفريزر منعا عنها رمضان. بس بقيت اطلع كده من الفريزر واقول اسهل من ان انا اقعد اقشر. خلصت علبة كبيرة معاكم، ما عادش عندي الا علبة واحدة بس. عايزة اعمل تاني ان شاء الله وعينه. خلصت الكمية اهي في المقلاية. عملت كمية تانية في البطاطس وقلت يعني اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي بحبيبي يا رسول الله. ادي اهو نوع اهو، بس ماسكة حلة زي بوريها لك، يا دوبك برضك شممتها النار بس كده. ودي الكمية التانية اهي اللي معمولة في الخل والملح. سبتها تبرد جدا، لازم تبرد كويس جدا. وادي النوع اهو اللي انا عملتها في الزيت، سبت فيها منها حاجات صفرة كده شوية في البطاطس تحمر شوية عشان اعرف الطريقة دي. البطاطس اللي فيها الزيت في فرق طبعا هو واضح، والبطاطس التانية اللي هي معمولة بالخل والملح. جبت علبتين كده كده معاكم كبار نضاف جدا وغسلاهم ومنشفاهم. نحط معاكم اول نوع اللي هي البطاطس اللي في الزيت. طبعا في فرق واضح اهي
ان في سايبة منها حتة متحمرة اهي، علشان اعرف ان دي اللي هي معمولة بالزيت. طريقتين جمال جدا، والاتنين احسن من بعض، هيوفروا معاك فعلا الوقت والمجهود بصراحة، وهتطلع في منتهى الجمال معاكي، وهتطلع مقرمشة. بصراحة طريقة حلوة جدا جدا، أنصحك فعلا هاتي كمية بطاطس وقومي اعمليها على طول، هتوفر معاكي جامد جدا. ما شاء الله. بصوا أنا سايبة 3 بطاطسيات اهمت في الأول، عشان أعرف إن دول متحمرين في الزيت، غامقين شوية هم عن البطاطس التانية العادية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. طبعا العلبة التانية بقى اهي ما شاء الله، عاملاها بقى على عينها كمية حلوة جدا جدا. مش 7 كيلو، أنا جايبة 7 كيلو بطاطس، وكان عندي شوية يعني كده بتاع نص كيلو، يعني في حدود كده قولوا داخل في 8 كيلو كده. ما شاء الله. انت عايزة لو تعملي كمية أكبر أحسن لك والله، وأوفر لك، وهتساعدك في أي وقت زنقات، قايمة من السحور متأخر، ولادك مثلا مستعجلين، في الفطار، عاملة أي أكلة مثلا فيها عيش ومستعجلة وجاية من بره أو مش فاضية أو أي حاجة، هتطلعها على طول في منتهى السهولة. البطاطس من الفريزر متحمرة على طول. هوريكم كمان شكلها لما اتحمرت معانا بعد ما جبنت وطلعت من الفريزر، هوريكم شكلها بقى عامل ازاي. بصراحة جميلة جدا ومقرمشة ولونها حلو قوي، بتشبهني بالظبط بالبطاطس اللي هي اسمها الفرنس دي، ولا اللي فيه نوع بطاطس كده بيتباع جاهز كده بره. نوع حلو جدا، ان هو بيبقى في الاكلات اللي هي بتبقى جاهزة، بس مش فاكرة الاسم بصراحة. بس البطاطس دي شبهها بالظبط، وطالعة في منتهى الجمال، طعمها حلو جدا. حتى ما طلعت من الفريزر وجربت شويه لعيالي، قالوا لي طعمها حلو قوي يا ماما، ده زي البطاطس الجاهزه اللي احنا بنجيبها في الوجبات اللي بتبقى في المطاعم اللي بتبقى الجاهزه دي. طبعا البطاطس غاليه بره وكل حاجه غاليه طبعا، قلنا نعمل الكميه الحلوه دي هتوفر معانا، وفي نفس الوقت مش عايزين نشتري اي حاجه من بره. امي كده تشجعي كده ومفرزه معانا شويه بطاطس كده حلوين اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، البطاطس اهي لما طلعت من الفريزر، بصوا انا الطبق اهو خلصته بمعنى اصح، كان مليان خالص. بصوا لونها متحمرة بقى وجميلة، وكانت مقرمشة جدا وفي منتهى الجمال اهو. بصوا انا بقولكوا طالعة من الفريزر اهي، يعني جامدة ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. لو وصلت لحد هنا بقى في الفيديو بعد ما البطاطس ما شاء الله الجميلة متحمرة وكان شكلها حلو قوي، بصوا متنسيش بقى اللايك الشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد، وتشجعيني. بحب كومنتاتكم جدا، وربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب. بس فعلا 3 علب بسم الله ما شاء الله، حجم العلبة حجم كبير، حجمها مش صغير، غويطة وحجمها كبير. وما بقى تشجع بقى، ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. كل عام وانتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.